السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبائي في كل مكان، منورين جميعا. صباح الفل، صباح السعادة، صباح الجمال، صباح الخير على اللي صحي بدري ومصحصح ومفوق من البداية، وصباح الخير على اللي فتح عينه بدري بس روحه لسه متأخرة شوية. في الصبح الدنيا دايما بتبان أهدى والدوشة أقل والوشوش أصدق، والأسئلة اللي بنهرب منها طول اليوم تيجي تقعد قدامنا من غير استئذان. يمكن الصبح ده أكتر وقت نحس فيه إننا محتاجين نفهم، مش نبرر، نرتاح، مش نجري. النهاردة مش هنصحى علشان نلحق ولا عشان نثبت ولا علشان ننافس. النهاردة هنصحى علشان نسمع نفسنا وبس. في جملة كده بتيجي في وقتها بالظبط، مش قبل ولا بعد. جملة لو سمعتها في الوقت الغلط تزعل، ولو سمعتها في وقتها تريح. الجملة دي بتقول المكان ما كانش مكانك من البداية. الجملة دي لوحدها كفيلة تفسر وجع كتير اتعاش من غير ما نفهمه. ساعات بنقعد نلوم نفسنا، نقول يمكن احنا اللي قصرنا، يمكن ما حاولناش كفاية، يمكن لو غيرنا شوية على نفسنا كنا هنرتاح. بس الحقيقة الأبسط والأقسى في نفس الوقت إن المكان أصلا ما كانش مكانك. مش كل مكان ينفعنا، ومش كل ناس تشبهنا، ومش كل طريق مكتوب علينا نكمله للآخر. في أماكن بتكسر روحك بدل ما تكبرك، وتطفي نورك بدل ما تخليك تلمع. وانت بقى قاعد تحاول تتأقلم، بتتعب، بتستنزف، وبتسأل نفسك ليه مش مرتاح، ليه حاسس اني غريب، مع انك عامل اللي عليك وزيادة. الفكرة بقى مش انك وحش ولا قليل ولا فاشل، الفكرة انك حاطط نفسك في مساحة مش شبهك، زي زرع حلو قوي اتحطت في تربة غلط. مهما سقيتها بقى عمرها ما تعيش. اول ما تمشي وتبعد وتاخد خطوة بره المكان اللي كان خانقك، فجأة تحس ان نفسك رجعت لك، وانك خفيف، وانك كنت مظلوم من غير ما تحس. صدق الجملة دي وارتاح. المكان ما كانش مكانك من البداية، واللي جاي بإذن الله هيكون أرحم وأصدق ليك. خلينا نطلع بفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل في موضوع حلقتنا النهاردة، محدش يروح في حتة. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. ورجعنا لكم تاني من جديد، بنجدد ترحيب بأحلى ناس معانا وندخل في موضوع حلقتنا. احنا في مصر لما رمضان يقرب ما بنستناهوش، احنا بنستعد له. رمضان ما بيدخلش فجأة، ده له مقدمات وله طقوس وله عادات، ولو دخل بيت من غيرهم تحس ان في حاجة ناقصة. النهاردة حلقتنا مش عن الصيام ولا على الفطار ولا المسلسلات، حلقتنا عن مصر وهي بتجهز لرمضان، عن البيوت والشوارع والناس والتفاصيل الصغيرة اللي محدش بياخد باله منها. وفي الحقيقة التجهيزات دي هي اللي بتصنع الإحساس من قبل ما الهلال يتشاف لحد أول. رمضان في مصر مش قرار، دي حالة بتفرض نفسها. تلاقي الأم تقول خلينا نلم البيت شوية، رمضان قرب، وكمان رمضان ضيف تقيل، لازم البيت بقى يبقى كله واقف على رجله قبل ما يدخل. المطبخ بيتحول بقى من مكان أكل، لأ دي ورشة، اكياس، برطمانات، سكر، دقيق، رز، مكرونة، وكل حاجة احتياطي. مع ان مفيش حد عارف احتياطي لايه بالظبط، بس هو لازم يكون موجود. واليميش بقى مش مجرد تسالي، ده طقس، نزل مخصوص، فرجة، مقارنة اسعار، وفي كلمة شعبية لازم تحصل وتتقال. غلي قوي السنة دي حتى لو اشترينا برضه. الشارع هو بقى اللي بيعلن ان رمضان قرب، قبل اي اعلان وقبل اي بيان رسمي. الزينة حتى لو بسيطة، حتى لو لمبة محروقة، بس موجودة علشان تقول احنا دخلنا على شهر ليه هيبة. الفوانيس بقى واشكال واصوات والوان، وفي كل بيت لازم فانوس حتى لو الطفل كبر، وحتى لو محدش هيشغل. في تفاصيل غير مكتوبة بس ثابتة، زي انك تلاقي الناس اهدى شوية، الخناقات اقل، الضحك اسرع، وكأن البلد كلها عاملة هدنة مؤقتة مع نفسها. وفي البيوت في كلام ما بيتقالش بصوت عالي بس بيتعمل، محاولة نلم بعض، نقرب، ننسى زعل، نأجل خلاف، ونقول خلينا نعدي الشهر ده على خير. وده بقى جوهرة العادة الشعبية، إنها مش بس عادة، دي وسيلة الناس بتستخدمها علشان تحس بالأمان وسط كل الزحمة دي. وفي عز التحضيرات
في ناس بتحس إنها أخيرا في الجو اللي شبهها وفي الوقت اللي مرتاح فيه قبلها، وفي ناس تانية يمكن ما تحسش بده، بس ده موضوع تاني ووقته بيجي لوحده. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. رمضان في مصر مش بيطلب منك تبقى مثالي ولا ملاك ولا نسخة جديدة من نفسك، هو بس بيفتح لك باب وبيقول لك لو حابب تهدى اتفضل، لو حابب ترتب الطريق موجود، ولو حابب تبدأ من جديد في مساحة. علشان كده التحضيرات مش رفاهية، دي لغة الناس بتتكلم بيها من غير كلام. عملنا اللي علينا زي ما تعودنا، وكالعادة استقبلنا الشهر قبل ما يدخل، بس أول ما الهلال يطلع وأول فجر يجي وأول مغرب يأذن العادات هتكمل، بس الإحساس يبقى أعمق. ونكمل الحكاية أول يوم رمضان ونقول لكم باي. يلا نبدأ كلامنا خفيف على الراديو، نغني ونضيف ضحك قصة ومشوار جديد. راديو على ما تفرج يا سلام، مع محمد سعد أحلى كلام. تعالى واسمع واركب الأحلام من كل شارع ومن كل بيت، حكايات الناس وأصوات قريبة نحكيها ونعيشها بكل حبيب. راديو